النقطة المهمة اللي من الممكن أن يعود بها المنتخب السعودي من اليابان، وهذا ما حدث حمد. لكن مدى رضاك عن المنتخب السعودي؟ النقطة أكيد أنها مقنعة للشارع الرياضي السعودي في هذا التوقيت، لكن مدى رضاك عن المنتخب السعودي بشكل عام؟ والله غير راضي، يعني الصراحة مستوى يعني أقل من المتوسط، ضعيف جدا قدموه المنتخب في ظل وجود قيمة مالية عالية وقيمة أدائية منخفضة. يعني شيء عجيب جدا حقيقة. أنا أشوف عشان كذا قلت لك مو كل شيء على المدربين، وإحنا الحين قاعدين ندفع ثمن وجود 8 لاعبين أجانب في الملعب، بس حتى في ظل وجود الثمانية على الأقل اللي يشاركون في النصر وفي الهلال وفي الأهلي هذول لاعبين على الأقل قدموا شيء يشفع لكم إنه يكون منتخب. يعني على الأقل لو راح كأس العالم بقول والله المنتخب شوي، بس بهذا الأداء أنا أشوف صراحة إنه يستحق ملحق. إذا كان هذا أداء المنتخب بشكل يعني امس الدكتور تكلم عن بس حمد انت تناقض نفسك. انت في حلقه امس قلت ان اليابان والمنتخب الايراني تقريبا هم اللي فارقين عن البقيه والباقيين متساويين. انت اليوم تخطف نقطه ثمينه من المنتخب الياباني وتقول لي والله انا استحق الملحق؟ انت متناقض في حديثك. امس لما سالتني ايش بتسوون مع اليابان، ايش قلت لك؟ قلت لك المشكله في المنتخب وافكر في استراليا. لما سالتني ايش بيصير امس، قلت لك خلني افكر في شكلي اول. انا لازم اكون منتخب ثقيل عشان اراهن على نفسي. انا عشان كذا قلت لك انا افكر في مباراه استراليا والبحرين، وبعدين اليوم لما اقول لك انا ملحق وفق المعطيات. وقلت لك في البدايه ان الحمد لله ان 8 مقاعد، وذكرت لك امس ان المنتخبات اللي فارقين 2 والباقي في كفه، وقلت لك ان كوريا بنفس المتصدر لو كان في المجموعه الاولى بيروح ملحق. حمد انت بلا منطق. احنا نتكلم عن المستويات اللي قاعدين نشوفها. اسمح لي انت بلا منطق. احنا امنياتنا ان المنتخب يكون افضل، بس ما اشوف شيء. يعني مثلا مروان الصحفي لاعب محترف، بس انه لاعب محترف اجيبه. حمد انت بلا منطق، لازم يعطيني شيء انه هو قادر يقدمه للمنتخب. ممكن. انا بصراحه يعني اقول لك الاداء ضعيف للاعبين، ما لوم المدرب. طيب رياض يبغي يتداخل معك. حمد انت بلا منطق اصلا. رياض يتداخل معاي تو يقول لازم قطر مدربهم يكون افضل مدرب في العالم، وهم حققوا نسختين اسيا بدون افضل مدرب في العالم. بدون رياض يدخل معاي ليش؟ اصلا ليش ترى ليش؟ لانك انت بلا منطق. لهذا السبب دخلت معك. معقول انت اليوم المنتخب يلا ادخل علمني، يلا ادخل تفضل. هذه النقطة بتوديك كأس العالم. أول شيء في ظل الظروف اللي أنت عايشها، إصابات لاعبين 3 إلى 4 لاعبين اليوم المنتخب السعودي تبي أداء، أنت تبغي أداء في ظل الظروف. هو هذا الأهم. أنت صح أمورك صح. وين اللاعبين؟ أنت تتكلم عن منتخب. اليوم تتكلم عن منتخب. اليوم المنتخب خذ الأهم اللي هي النقطة اللي بتوديه إلى كأس العالم، قد توديه بطريقة مباشرة. حمد لا مش هي الأهم، الله يسلمك. الأهم مع استراليا. شفت انك انت مش مقنع؟ لا الأهم مش اليابان. أنا قلت لك الأهم اليابان، الأهم استراليا. اليوم النقطة دي حتى قالت لمس لمحمد اخذ 3 نقاط اليابان ولا استراليا؟ اليوم هذه النقطة والأيام اليومية. محمد دخلت علي رياض على كلام مش مقنع. خلي يكمل. بس حمد انت بعد تقول اهم 3 نقاط استراليا، ما هو انت عندك مواجهة المنتخب البحريني قبلها. انا كلمه انا ما اقول لك لا الحين. انا ليش تجاوزت المنتخب الياباني؟ لان صحيح عندي نقاط البحرين واستراليا، بس انا اكلمك عن نظام ال6 نقاط عشان انا اوصل مباشر، ولا بظل ملحق زي ما قلت لك. طيب النقطة اليوم اللي خذها من اليابان هي اللي خلتك ممكن تروح مباشر. لانه هو في حالة فوزه في المباراتين الجايات بيتساوى مع استراليا. اذا استراليا ما خسر بيكون فارق الاهداف، لكن لو خسر استراليا فنقطة اليوم. على فكرة حتى تصريح المدرب شو قال اليوم في المؤتمر الصحفي؟ قال انا لو قايلين لي قبل المباراة تعادل بوقع وموافق،
يعني هو هدفه التعادل في اليابان. اليابان فارق، وغير ذلك انت جاي من السعوديه ضارب خط في جت لاج، في تغيير نوم، في مشاوير، في تغيير اكل، في رمضان، ويمكن المدرب تكلم فيها، وفي ظل غيابات مؤثره. المنتخب السعودي أخذ اليوم نقطة ثمينة، والمدرب واضح أنه كان يرسم عليها وصرح بهالشيء بعد المباراة. طيب. أنا ما أقول لك كلام حمد فيه تعرف الخوف الوطنية وخوف أن المنتخب يروح وحرصه على منتخب، فيبغي يكون أفضل كشكل. صعب تجد الشكل اليوم في ظل الأسماء الموجودة. اليوم احنا ما نتكلم عن 8 لاعبين فقط في الدوري، نتكلم عن 10 لاعبين في القائمة، فحتى الاثنين الاحتياط اللي ممكن يدعمون المنتخب من اللاعبين المحليين مو موجودين. حتى لو غاب لاعب أجنبي راح يستبدله لاعب أجنبي أيضا، فبالتالي هذه العوامل مو متوفرة الهارفي اليوم في ظل القوانين اللي موجودة في الدوري. مع ذلك غاب عنا سعود، غاب عنا كنو، غاب عنا أكثر من لاعب مؤثر. في ظل الظروف الموجودة أنا أعتقد المنتخب قاعد يمشي بخط، المنتخب السعودي قاعد يمشي في طريق مهم، والتفكير في مباراة استراليا أنا أعتقد هو اللي غالب، وهذا خطأ، لأن أنت اليوم راح تلعب مع منتخب البحرين. منتخب البحرين أيضا قوي وممكن يكون له ردة فعل عقب الخسارة اليوم.